الوضع كان رائع والفكرة أروع، وعدى شهر واتنين وتلاتة وبدأ العمال في المصنع يصابوا بنوع غريب جدا من الهلاوس، نوع محدش شافه من الأطباء قبل كده. بتبدأ أعراضه بالتوقف عن الأكل وتسارع معدلات نبض القلب وزيادة العنف والصراخ. فكان الحل معاهم إنهم ينقلوهم للمستشفى لأنهم ببساطة اتصابوا بالجنون. وهناك بين حيطان المستشفى شافوا ما هو أبشع مع الدكاترة والأدوية والتجارب. وعلشان كده نقدر نقول إن اللي كان محظوظ منهم هو اللي توفى. 5 أشخاص ماتوا، 350 شخص تم إيداعهم في المصحات النفسية، وعائلات الضحايا اتشردوا. طبعا حدث زي ده خلى الصحافة تتكلم وتسأل سؤال واحد بس: إيه اللي بيحصل في مصنع الرصاص؟ ومع الوقت تمت الإجابة على السؤال ده بإن المادة دي مجرد ما بتلمس جسمك بتلتهم الجهاز العصبي وبتقوده لنوبات عنف شديدة بتتسبب في الجنون فيما بعد. وهنا هيظهر عالمنا الفذ توماس صاحب الاختراع العظيم اللي اعترف إن المادة فعلا مسممة.